بعد 2003 كثير كانوا يتوقعون أن العراق الجديد راح يرجع طبيعيا إلى عمقه العربي والخليجي، لكن اللي صار كان تقريبا العكس. العراق دخل مرحلة معقدة، ضعف بالقرار السيادي، تعدد بمراكز النفوذ، وصعود قوى غير دولتية. هذا الواقع خلى دول الخليج تشوف عراق غير مستقر أمنيا وغير واضح سياسيا، وصعب الاستثمار طويل الأمد فيه. فصار التعامل حذر دبلوماسي ومحدود بدل شراكة عميقة. الخليج من جانبه ما كان ضد العراق كشعب أو دولة، لكن كان يخشى التورط في صراع داخلي مفتوح أو الدخول في توازنات إقليمية أكبر من قدرته على السيطرة. لذلك كثير من المبادرات توقفت عند مستوى المجاملات السياسية. اليوم أي تقارب عراقي عربي خليجي يقابل بمقاومة واضحة. ليش؟ لأن هذا التقارب يعني عمليا تنويع الشراكات، تقليل الارتهان لطرف واحد، والدخول بمشاريع ربط اقتصادي وطاقة ونقل. وهنا تظهر ثلاث دوائر مقاومة أساسية. الدائرة الأولى: أطراف داخلية مستفيدة من العزلة. هذه الأطراف تعيش على اقتصاد غير منظم، على الفوضى، وعلى غياب الشفافية. أي استثمار عربي منظم أو اتفاق رسمي يهدد هذه المصالح مباشرة. الدائرة الثانية: قوى إقليمية تنظر للعراق كورقة ضغط لا كدولة كاملة السيادة. أي انفتاح عربي يسحب هذه الورقة تدريجيا ويعيد للعراق هامش قرار أوسع. الدائرة الثالثة: خطاب التخويف. يتم استخدام مصطلحات مثل عودة الوصاية أو الاختراق أو تهديد المكونات، رغم أن أغلب الاتفاقات المطروحة اقتصادية وخدمية، لا سياسية ولا أمنية. نجي لموضوع المشاريع. مشاريع مثل الربط الكهربائي مع الخليج، مشاريع النقل البري والموانئ، أو الاستثمار الزراعي والصناعي، كلها واجهت تشكيك وتأخير وتضخيم إعلامي للمخاطر. وفي كل مرة السؤال يبقى: إذا مو هذا الخيار شنو البديل؟ وغالبا ما يكون الجواب غائب. المشكلة مو بالعرب وحدهم ولا بالعراق وحد، المشكلة بغياب مشروع وطني واضح، بتضارب المصالح الداخلية، وبخوف إقليمي متبادل ما تم التعامل وياه بصراحة. العراق لحد الآن ما قدر يقدم نفسه كدولة مستقرة وشريك طويل الأمد، ودول الخليج ما راحت أبعد من الحذر. العراق ما راح يكون قوي وهو معزول عن محيطه العربي، ولا وهو محصور بمحور واحد. السيادة الحقيقية مو بالشعارات، بل بقدرة الدولة على تنويع علاقاتها وبناء توازن يخدم مصلحة شعبها. التقارب مع الخليج مو خيانة، ولا هو حل سحري لكل مشاكل العراق، لكنه خيار دولة تريد تكون طبيعية. إذا نريد نفهم الطريق لازم نعترف بحقيقة مهمة: العراق خلال السنوات الماضية فقد التوازن بعلاقاته الخارجية، مو لأنه اختار جهة معينة فقط، بل لأنه ما قدر يفرض نفسه كدولة قرار. وهذا بالضبط اللي خلى حضوره العربي ضعيف وحضوره الخليجي شبه رمزي. العمق العربي بالنسبة للعراق ما يعني قطيعة مع أحد، ولا يعني تبديل محور بمحور. بالعكس، يعني أن العراق يرجع يتصرف كدولة مصالح، مو دولة ردود أفعال. الدولة اللي علاقتها ويا الخليج ويا مصر ويا الأردن مبنية على الاقتصاد، الطاقة، الأمن والاستثمار، مو على الشعارات ولا المجاملات. وهسه تعالوا خلي نفهم شلون ممكن يرجع العراق إلى العمق الخليجي. حتى يصير هذا الشيء العراق لازم يبعث رسالة واضحة: القرار العراقي واحد، والسيادة مو ورقة تفاوض داخلية. لما يكون القرار الأمني والسياسي واضح، تلقائيا الدول العربية راح تشوف العراق كشريك، مو كمغامرة غير محسوبة. اقتصاديا هنا المفصل الحقيقي. العراق اليوم اقتصاد ريعي يعتمد على النفط، ومفتوح على الاستيراد أكثر من الإنتاج. العودة للعمق العربي تعني ربط العراق بشبكة اقتصادية أوسع: كهرباء خليجية تقلل الضغط الداخلي، طرق نقل تربط الخليج بتركيا وأوروبا عبر العراق، استثمارات زراعية وصناعية تستغل الأرض والسوق بدل ما تبقى معطلة. الدول الخليجية ما راح تجي بالعاطفة، تجي إذا شافت فائدة واستقرار.
والعراق يملك كل المقومات: موقع، موارد، وسوق كبير. اللي ينقصه هو البيئة القانونية الواضحة، وضمان أن المشروع ما يصير رهينة صراع داخلي أو ضغط سياسي. وهنا نفهم ليش أكو مقاومة لهالمسار، لأن أي استثمار عربي منظم يعني نهاية جزء من الاقتصاد الموازي، ونهاية دور الوسطاء غير الرسميين، وبداية شفافية تضر ناس متعودة تشتغل بالفوضى. لهذا تشوف الهجوم مو على تفاصيل المشاريع، بل على نواياها. سياسيا، رجوع العراق للعمق العربي راح يعطيه مساحة مناورة أوسع، بدل ما يكون محشور بين ضغوط متعارضة. يصير عنده أكثر من خيار وأكثر من شريك، وهذا يقوي موقفه حتى بعلاقاته غير العربية. اجتماعيا، المصالح الاقتصادية المشتركة تهدي الخطاب المتشنج. لما يصير الشغل والاستثمار وفرص العمل، تقل لغة التخويف ويقوى منطق الدولة. الطبقة الوسطى تستفيد، والبطالة تقل، والهجرة تخف. والصورة مو أحادية، العرب أيضا يستفيدون من عراق مستقر، سوق كبير، ممر استراتيجي، وتوازن إقليمي أفضل. العلاقة مو منة من طرف على طرف، هي شراكة إذا انبنت صح. الخلاصة: العراق ما يحتاج يبرر ليش يرجع للعمق العربي، هذا مكانه الطبيعي. اللي يحتاجه هو مشروع دولة واضح، يعرف شنو يريد ويعرف شنو يرفض، بدون صراخ وبدون تبعية. العراق القوي ما يخاف من العرب ولا يخاف من غيرهم. العراق القوي هو اللي يختار، مو اللي يختار عنه.